النجاح مش مجرد حلم أو رغبة، النجاح نتيجة طبيعية للعمل الجاد والمستمر والالتزام الحقيقي. في ناس كتير بيرغبوا في تحقيق أحلامهم، بس بيترددوا إنهم ياخدوا القرار أو بيأجلوا عملهم لحد ما يشعروا إنهم جاهزين. والحقيقة يا صديقي هي إن الاستعداد الكامل بيعتبر وهم، والنجاح بيحققه الناس اللي بيحطوا نفسهم في مواقف تجبرهم على الإنجاز. ومن أفضل الطرق عشان تحقق هدفك هي إنك تورط نفسك في المهام، وساعتها هيكون الانسحاب أو الفشل خيار صعب أو غير مقبول. وعشان تقدر تعمل كده بطريقة ذكية من غير مخاطرة، في طرق تقدر تتبعها عشان تضمن إنك هتلتزم بأهدافك وتحقق النجاح، وده اللي هقولك عليه في فيديو النهاردة. فتابع الفيديو للنهاية وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد. حط نفسك في موقف ما تقدرش تتراجع عنه. لما تحط لنفسك هدف ما تحتفظش بيه لنفسك، وشاركه مع الآخرين. ممكن تعرف أصحابك أو عيلتك، وده هيعمل ضغط إيجابي عليك، وهتشعر إنك ملزم إنك تعمل الحاجة اللي قلت عليها. وساعتها لما تقول للناس على الهدف اللي عايز توصله، هيبدأوا يتابعوك ويسألوك عن مدى تقدمك في تحقيق هدفك، وده هيخليك حريص إنك تستمر. ومثال على كده، لو عايز تفتح مشروع جديد عرف الجميع، وده هيخليك تحس بالمسؤولية وهيحفزك إنك تعمل بجدية أكبر. ابدأ قبل ما تشعر إنك جاهز. في ناس كتير بيأجلوا تنفيذ أفكارهم عشان عندهم إحساس إنهم محتاجين إمكانيات أو معرفة أكتر قبل ما يبدأوا. بس الحقيقة يا صديقي إن معظم الناجحين ما كانوش جاهزين بشكل كامل لما بدأوا. والفكرة هنا إن مش لازم يكون عندك كل المعلومات أو الخبرات في البداية، لأنك هتتعلم في الطريق. لو عندك مشروع عايز تنفذه، ابدأ حتى لو حاسس إنك مش مستعد، لأن لو انتظرت ممكن تنتظر للأبد. خد أول خطوة وهتلاقي نفسك بتتعلم وبتتطور مع الوقت. وخلي بالك إن الالتزام المالي والتحفيزي من أهم الطرق لإجبار نفسك على الالتزام. لما يكون عندك التزام مالي لحاجة معينة، هتشعر إنك محتاج للعمل الجاد عشان تحقق أقصى استفادة ممكنة. ومثال على كده، لو عايز تتعلم مهارة جديدة زي البرمجة أو التصميم، ما تعتمدش فقط على الموارد المجانية. حاول تشترك في دورات مدفوعة، وصدقني لما هتدفع المال مقابل حاجة هتشعر بالمسؤولية وهتكون ملتزم أكتر. ولو عايز تفتح مشروع معين، اشتري الأدوات والمعدات المطلوبة، وده هيحسسك إنك بدأت بالفعل وهيحفزك إنك تواصل عملك. اهتم دايما إن يكون أصدقائك ناس ناجحين، لأن البيئة اللي بتعيش فيها بتأثر بشكل كبير على نجاحك. ولو بتقضي معظم وقتك مع ناس سلبيين، هتلاقي نفسك دايما بتتراجع عن أهدافك. إنما لو اللي حواليك ناس ناجحين، هتلاقي نفسك دايما متحفز إنك تعمل بجدية، وهتشعر إن النجاح سهل بالنسبة لك. تحمل مسؤولية النتائج. من أكتر العقبات اللي بتمنع الناس من النجاح هي إلقاء اللوم على الظروف والآخرين عند الفشل. لو عايز تحقق أهدافك لازم تتحمل المسؤولية على نتائجك، سواء كانت إيجابية أو سلبية. ما تستناش الظروف تتحسن أو إن حد يدعمك. اشتغل بأقصى جهد عشان تقدر تحقق أفضل نتائج. ولو فشلت ما تبررش فشلك بالظروف أو الآخرين. اسأل نفسك إيه اللي أقدر أعمله بشكل أفضل المرة الجاية. لما تتحمل المسؤولية كاملة عن نجاحك، هتتوقف عن البحث عن الأعذار، وهتبدأ تاخد قرارات جادة عشان تحقق أهدافك. ضع مواعيد نهائية غير قابلة للتفاوض. من أكبر العقبات اللي بتواجه أي حد في طريقه لتحقيق أهدافه هي التأجيل والمماطلة. لما تسيب الموضوع مفتوح بدون مواعيد محددة، هتسمح لنفسك بالتأجيل والمماطلة. عشان كده لازم تحط لنفسك مواعيد نهائية وتلتزم بيها. وممكن تشارك شخص تاني قريب منك عشان يراقب تقدمك، عشان تحاول تلتزم بالمواعيد المحددة. اجعل الهدف أقوى من أعذارك. لما يكون عندك هدف قوي ومهم بالنسبة لك، هتلاقي نفسك مستعد أكتر عشان تتجاوز العقبات والتحديات. والمشكلة إن ناس كتير بيركزوا على الأعذار أكتر من التركيز على الهدف نفسه. عشان كده لو لقيت نفسك بتبرر عدم تحقيق هدفك أو بتخلق الأعذار لنفسك، قول لنفسك أنا ليه عايز أحقق الهدف ده، وهيأثر على حياتي إزاي لو حققته. وكل ما يكون الهدف مهم بالنسبة لك، هتقل الأعذار وهيزيد حماسك إنك تعمل عليه. عشان كده اختار أهداف تحفزك إنك تحققها،
ولو عايز تنجح فعلا ما تستناش الظروف المثالية أو اللحظة المناسبة. النجاح يا صديقي ما بيجيش بالصدفة، النجاح نتيجة التزام وعمل جاد. لما تورط نفسك في المهام بذكاء وتلتزم وتستثمر في نفسك ويكون أصدقائك ناس ناجحين وتحدد مواعيد نهائية واضحة، هتلاقي نفسك قريب جدا من تحقيق أهدافك.